السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا نعمل شاي الكرك اللي الناس كلها بتدور عليه بطريقة سهلة وبسيطة. هنجيب معانا نص معلقة جنزبيل وحباية قرنفل، كام حباية، وحبهان، والشاي بتاعنا، ونجهز فنجان حلو كده عشان نشربه فيه، وكوباية لبن وكنكة صغيرة. ده مقدار كوبايتين او كوباية. ده الحبهان بتاعنا والشاي والجنزبيل والقرنفل. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي خطوة خطوة. اسهل طريقة لشاي الكرك الخليجي، هو خليجي وفي هنديين بيعملوه كده، وفي هو يعني بلاد كتيرة بتشربه بالطريقة دي، هو جديد علينا كمصريين. الجنزبيل والقرنفل، وفي بيحطوا قرفة عيدان، مش موجودة عندك مش مشكلة خالص. يلا بينا. حطينا اللبن في الكنكة وبعدين الجنزبيل وبعدين القرنفل. هنا بقى حطينا الشاي خلاص وغلى معانا. بعد ما خد غلوته حلو بنصفي، بنجيب الكوباية ومصفى كده وبنصفي عشان المكونات كلها حصى ما عدا الجنزبيل، فلازم نصفيها عشان ما تقعدش معانا، تطلع معانا واحنا بنشرب. ونقلب بقى كده وتشربي احلى كوباية شاي كرك بايد مصرية بنكهة خليجية وهندية. اتمنى يعجبكم الفيديو. باي.